يا خساره ويا الف خساره، سقط جسر ليفربول رسميا. يورجن كلوب بيعلن رحيله عن ليفربول بنهايه الموسم الحالي. هتنتهي حقبه ليفربول الجميله. هتنتهي ايه بقى؟ ما هي انتهت خلاص. حقبه هي الامتع في تاريخ ليفربول. كان ساديو ماني مع محمد صلاح مع فيرمينيو ويورجن كلوب حاجه يعني. ليفربول تحس انه بلاي ستيشن بيكسب اي حد. بقوا بيمشوا ابو الكباتن واحد ورا التاني، اولهم ساديو ماني بعد كده فيرمينيو ودلوقتي يورجن كلوب. ما فاضلش غير محمد صلاح واللي بنسبه كبيره جدا هيرحل هو كمان. اعلن الالماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول انه سيرحل عن صفوف الريدز بشكل رسمي في نهايه الموسم الحالي، وكانت صدمه لكل عشاق كره القدم. وقال كلوب في فيديو عبر حساب النادي الرسمي: سوف اغادر ليفربول بعد نهايه الموسم الحالي. طب انت عاوز تمشي ليه يا عم كلوب؟ قال لك طاقتي نفذت، طاقته خلصت خلاص الراجل بطاريته فضت، وبلغ ملاك النادي برغبته في الرحيل وانه دلوقتي ما عندهوش مشكله. من الواضح انني كنت اعلم ذلك منذ فتره طويله، انني ساضطر الى الاعلان عن ذلك في وقت ما، لكنني الان بخير. اعلم انني لا استطيع القيام بهذه المهمة مرارا وتكرارا. وكمل وقال: بعد السنوات الطويلة التي قضيناها معا، وبعد كل الوقت الذي قضيناه معا، وبكل الأشياء التي مررنا بها معا، زاد احترامي وزاد حبي لكم. هذه هي الحقيقة. شكرا يا عم كلوب. كلوب من المدربين اللي تحبهم، اللي تحس ان هو قريبك كده من العيلة عندك، لانه دايما بيحب الناس، وما شفناهوش مثلا عمل مشكلة مع لاعب قبل كده، ولا مع مدرب قبل كده، ولا حتى مع اداري. اكتر مدرب في العالم بيعرف يتعامل مع اللعيبة نفسيا. والله يمكن يا ابو الكباتن لو محمد صلاح كان راح ليفربول في وقت ما فيهوش يورجن كلوب كان ممكن ما كانش ينجح، ولا نشوفه بيكسر الدنيا كده، وكان ممكن مسيرته انتهت مثلا عند وقت ما وشفناه راجع مصر تاني. ولكن من حسن الصدف والظروف ان محمد صلاح قابل كلوب في الوقت ده، لان يورجن كلوب عرف يتعامل مع صلاح كويس جدا، عكس مورينيو في تشيلسي مثلا كان قعد صلاح دكه لحد ما صلاح زهق ومشى. فيورجن كلوب فعلا من المدربين النضاف، تحس انه بيحب كل اللعيبه. حتى كل اللعيبه اللي مشت من ليفربول دايما بيتكلموا على كلوب بطريقه كويسه جدا، وانه افضل مدرب هم تعاملوا معاه. ولو تلاحظ اي لاعب تالق تحت قياده كلوب فشل بره في اي مكان راحه او اي نادي راحه. اتفرج على ساديو ماني اللي كان متالق تحت قياده كلوب، واتفرج على فيرمينيو دلوقتي اللي كان متالق برضه تحت قياده كلوب، واتفرج مثلا على واحد زي اوريجي كان مكسر الدنيا على فكره في ليفربول. وفين اوريجي دلوقتي؟ ولاعبين غيرهم كتير. كوتينيو مثلا كان مكسر الدنيا في ليفربول تحت قياده كلوب اول ما طلع من ليفربول والدنيا متكسره معاه، ولاعبين كتير جدا بس انا مش فاكر حد فيهم. طب ممكن يروح فين يورجن كلوب؟ او ايه التحدي الجديد او النادي الجديد اللي ممكن يروحوا؟ هل هيروح ريال مدريد مثلا؟ في لاعبين في ريال مدريد كتير ليفربول كان عاوز يتعاقد معاهم، وطبعا لما اقول لك ليفربول عاوز يتعاقد معاهم فكاني بقول لك بالظبط يورجن كلوب عاوز يتعاقد معاهم، فهيناسبوا جدا طريقه لعبه. وساعتها بقى يا معلم هيبقى ريال مدريد فريق لا يقهر، مرعب. بس يا اخي برضه صعبه. طب برشلونه؟ والله ممكن. ده لابورتا بيحلم بكلوب، وكمان في تقارير اسبانيه قالت ده ان خوان لابورتا بيحلم انه يتعاقد مع يورجن كلوب ويبقى مدرب فني لبرشلونه، ولكنه قبل كده طبعا كان مرتبط بعقد مع ليفربول. وعلى فكره هيحاول تاني لابورتا باغراء يورجن كلوب ويتعاقد معاه ويبقى مديرا فنيا لبرشلونه. هتقول لي طب تشافي؟ هو تشافي اصلا بيقدم ايه دلوقتي؟ ده غير النتائج السلبيه، والجمهور كمان عاوزه يمشي، فهي اصلا متظبطه جدا يعني، فلايقه عليه برشلونه. وتشافي بقى يروح الدوري السعودي، وممكن مثلا نشوفه في الاهلي السعودي. طب ممكن يروح بايرن ميونخ؟ طب ليه لا؟ والله ممكن. بس توخيل هنوديه فين؟ ده توخيل اول ما عرف خبر يورجن كلوب اتصدم، وقال لك ثواني كده انا حتى الان مش مستوعب اللي حصل ده. يورجن كلوب من افضل المدربين في العالم. طب ممكن مثلا نشوفه مع منتخب المانيا؟ هي دي لايقه جدا عليه بقى، لان المانيا اصلا في احتياج كبير جدا لكلوب. ده غير التقارير الالمانيه اللي بتتكلم على الموضوع ده، وبان الاتحاد الالماني لكره القدم بيتمنى ان كلوب يقود منتخب المانيا، لان ناجلزمان عنده عقد لحد 2024 وهم عاوزين يعملوا مشروع قوي لكاس العالم 2026. فاول ما اقول لك مشروع يا ابو الكباتن يبقى لايقه عليه كلوب قوي. طب ليفربول يا ابو الكباتن هنسيبه كده؟ ما احنا لازم برضه نجيب له مدير فني كويس. عاوز اقول لك ان صحيفه بيلد جاوبتنا عن الموضوع ده، بس ازاي يعني تجاوبنا بطريقه صريحه؟ لازم تلف وتدور علينا، اللي هو ودنك منين يا جحا. صحيفه بيلد قالت ان تشابي الونسو اللي مكسر الدنيا مع بايرن ليفركوزن عنده شرط جزائي في عقده بيسمح له بمغادره بايرن ليفركوزن الى ليفربول او ريال مدريد، ويصبح الشرط الجزائي نشطا هذا الصيف. فمن الممكن، انا بقول من الممكن، نشوف تشابي الونسو مديرا فنيا لليفربول. واخيرا يا ابو الكباتن هقول لك حصاد المدرب العظيم يورجن كلوب مع ليفربول. الراجل لعب 464 مباراه، انتصر في 288 مباراه، وتعادل في 96 مباراه، وخسر يا ابو الكباتن 80 مباراه، وتسجل تحت قيادته 1025 هدف. فهل يا ابو الكباتن تتمنى تشوف يورجن كلوب بيدرب نادي مين او منتخب مين؟ ويا ترى يا ابو الكباتن تعرف تخمن لي مين المدير الفني اللي ممكن يتولى قياده الريدز؟